يعني أنا مثلا كان عندي تجربة اسمها العربجة فرضا. جيت بهذه التجربة اشتغلناها لنصنع هي الحالة، وأنا كنت أنا وغيري أبطال بالمسلسل بالمناسبة، بس هي بطل فردي. التجربة معمولة على مقاس بطل فردي، بس ما مطلوب إنه اليوم ضلني أنا كل الوقت بهذا الموضوع وضلني كل الوقت عم بشتغل وكرس هذه التجربة وكررها. اليوم المؤسسات لازم تشوف غير ما بيشوف الممثل. إذا متاح له هذا البطل المتفرد جهات بس خلينا نكون يعني واقعيين شوي، طالما بنختلف شوي. إذا أنت يا أخي باسم مع حفظ الألقاب يعني متاح لك جهات تؤمن لك أن تكون بطلا أو تأمن مشاريع يفترض وجود فيها بطل مطلق، هل واجبه أنه يتخلى عن هذا لصالح؟ أبدا، بالعكس. شو يعمل إذا متاح له؟ برافو عليه، يعني متاح له. برافو عليه أنه متاح له. أنا ما عم بحكي عن البطل، أنا عم بحكي عن طريقة تناول المؤسسات الضخمة لهذه الحالة. إذا كان هن بالنسبة له عائداتها صحح له أي بطل، برافو. وفي ما نحن بنحكي بطل، في مجموعة من كبيرة من النجوم اليوم هن الأبطال. طب هلا قل لي لكان بشفافية طالما دخلت هيك، انه في نوع من الدراما مثلا صار متكرر ومرق عبارة انت قلتها انه الناس ملت بقى، يعني ما كانوا يفهموا انه هذا تكرار. بيجاوبوك انه شوف عائدات الربحية، شوف عائدات المشاهدات بهذه الارقام اللي دائما بيغطوا فيها على التكرار، وعنده بيكسبوه مشروعية. انك انت بتضل بتعمل نفس هي الدراما اللي هي مضجرة صارت ومكررة، لكن بيجابوك الجهات الانتاجية انه شوف المشاهدة، شوف العائدات، شوف الريتنج، وبتطلع لك ارقام بالريتنج. فكرة عنا، بس بكل الاحوال حتى لو كان هيك جربت هالمؤسسات تعمل اعمال تجمع فيها مجموعة كبيرة من الابطال، اذا محققة ويكون الموضوع هو البطل. طب بالشرط نجحت، إذا هذا بالشرط أنت بالنسبة إلى هو ناجح، لماذا يعني تفكر بشيء آخر؟ طب بضلني هيك 20 سنة؟ ممكن ضلني هيك 20 سنة لأنه هي مسألة للأسف، ولسه وصلنا في 20 سنة. طب وين التغيير؟ وين التطوير؟ وين التجديد؟ مين هو اللي بشكل عنده هاجس التغيير والتطوير؟ مين هو؟ أي ثقافة رأس مال الآن موجودة، خليني أكون صريح أنا وياك، واحد من هواجسها التغيير والتطوير. وينه هذا؟ وينه؟ طب هذا عم بحكي عنه. أي بس هذا وينه؟ هذا افتقاده ومن هو معني فيه. يعني بعتقد طريقة العمل الآن السائدة والشائعة مرتهنة لأشياء ما بعرف قديش هو حقيقي وقديش هو كاذب وقديش هو غطى على أنه يبرروا لنفسهم استمرارهم بهذا المنتج. يعني نحن جيل كنا نتحرك مثل ما تفضلت بالبدايات بعوالم هذا المنتج يعني الصناعة مو مادة فنية، لا خلص. لأنه هو الآن هذا اللي أنا بدي أوصله للأسف. هو الانترتينمنت صار الآن هو المعيار الحاسم بالموضوع. شوف نحن تحركنا في فضاء بسيط في تلك الأيام وصنعنا كل هذه الأيقونات الكلاسيكية بالدراما السورية بعالم كان شبه آمن. أنت مريت على فكرة أنا استوقفتني أنه حتى اللي يعترضوا على الشغل الكوميدي اللي نعمله أو كذا كانوا ناس محدودين. يعني الآن كمان نحن كملنا حياتنا بعد هذه الفترة اللي فيها قفزة تكنولوجية تقنية اللي تحول فيها المتلقي أحياناً كسب مشروعية أن يكون ناقد، ويعني بهذه الفوضى بوسائل التواصل هذه الاستباحة، وتغير مشوار النجاح من أنك كنت تحفره بأناملك وبمخالبك وهذا الدرب الوعر جدا كان، إلى أنه وسائل الآن يمكن